المغربي عندنا جوج، ممرض مساعد وممرض مجاز من الدولة. بجوج بهم كيقوموا بنفس المهام رغم اختلاف مسار التكوين والاختصاصات اللي منصوص عليها في مرسوم رقم 260626 اللي هو النظام الاساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة. وهاد الماده 16 كتبين لنا المهام اللي منوطه بهاد الاطارين اللي هو اطار ممرض مساعد واطار ممرض مجاز من الدولة. الجسم التمريضي كيدير لنا مجموعه من المهام، كاينه المهام التمريضيه، كاين التسيير وكاين التكوين والبحث. الممرض المغربي احتج من اجل التكوين بنظام LMD وتم توقيع محضر اتفاق 5 يوليو 2011، والوزاره اشارت لهذا التعديل في الاستراتيجيه القطاعيه ديال 2012-2016 ولكنها ما التزمت بالتعهدات ديالها. اليوم حنا كنطالبوا بالمعادله الاداريه والعلميه، كنطالبوا بتعديل النظام الاساسي تماشيا مع المعادله، ولهذا كندعوكم للوقفات الجهويه والمسيرات الوطنيه وعدم تأطير الطلبه المتمرنين وعدم تطبيق اي وصفه طبيه بدون توقيع وطابع الطبيب المشرف، والضغط بالاقتصار على الماده 16 من النظام الاساسي للممرضين، وما ضاع حق وراءه مطالب.